السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير باذن الله. هنكمل مع بعض شرح مادة المراجعة. هنتكلم دلوقتي عن الفصل الرابع وهو مؤهلات وصفات مراجع الحسابات. اول حاجة عندي هي المؤهلات بتاعته. تمام، ايه هي المؤهلات بتاعته؟ فقال لي انه اول حاجة يكون عنده شهادة بكالوريوس في العلوم بتاعة التجارية والمالية والشهادات بتاعة الماجستير بتاعة المحاسبة، يبقى عنده شهادة بكالوريوس. طيب تاني حاجة الخبرة المهنية ما تقلش عن 5 سنين. طيب تالت حاجة معرفة تامة بمبادئ المحاسبة وطرق تطبيقها والحاجات المعرف عليها. طيب معرفة تامة بأصول المراجعة والنظريات بتاعتها والمعايير والمبادئ بتاعتها. ان يكون اسمه مفيدا بالسجل العام للمحاسبين. طب السجل ده ليه ايه؟ ليه جدولين: جداول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، جدول تاني اسمه مساعدين المحاسبين والمراجعين، جدول تالت المحاسبين والمراجعين. يبقى انا عندي 3 جداول ان يكون اسمه مفيد في سجل من ال3 سجلات دول: يا اما جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، يا اما مساعدي المحاسبين والمراجعين، يا اما المحاسبين والمراجعين. تمام. تاني حاجة عندي وهي الصفات بتاعة المراجع. فقال لي ايه هي بقى الصفات بتاعته؟ هما تقريبا 7-8 في الحدود دي. المهم منهم ان يكون دقيق في مواجهة المشكلات بتاعته سواء هي صغيرة او كبيرة، انه يكون بيفهم ولبق في القاء الاسئلة على اللي هي الجمعيات بتاعة العمومية لما هيجي يحضر فيها ويبدأ يلقي المشاكل والحاجات بتاعته، ويكون على دراية بمبادئ علم النفس عشان يقدر يتعامل ويتواصل مع الناس اللي موجودة داخل الشركة. ان يكون دبلوماسي في التعامل مع موظفين الشركة، يكون طريقته لبقة، انه ما يظنش ظن سوء بالموظف في المنشأة غير لما يكون معاه دليل. تمام، دليل اثبات ان هو يعني هو شخص مش كويس. ان يكون قوي الشخصية وامين، وانه يحافظ على اسرار عملائه والشركة بتاعته ما يخرجهاش لبره. ان كمان يكون مثابر على العمل وشجاع، ان هو يقول الحق من غير ما يخاف. تمام. ان هو يكون مراقب للحسابات واقعيا، وانه يكون دقيق غير متهاون في مراجعة الحسابات. طيب تالت حاجة عندي واللي هو تعيين المراجع. فقال لي ان انا عشان اعينه لازم ان يتعين من قبل لجنة مديري المنشأة، وبيعتمدوا على ايه؟ كفاءته، سمعته، اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو المكتب الخاص بيه، الخبرة بتاعته، الشهادات بتاعته، سمعته في البيئة بتاعته، حجم الأتعاب، وفريق المراجعة بتاعه، المساعدين بتوعه. وطبعا عملية الاختيار بتاعة المراجع دي عملية معقدة جدا مش سهلة. تمام، وان هي بيتم اختياره كل 3 سنين، يعني بيتم اختيار المراجع بتاع المؤسسة دي كل 3 سنين. تمام، تحديد مرة واحدة، وبيتم الحصول على قائمة من كل مراجعين، وبيختاروا ما بين 8 وبيبدأوا يصفوا ما بينهم. يعني هما بيختاروا 8، بيفضلوا 8 وبعد كده يبدأوا يصفوا ايه ما بينهم. بيتم الاختيار كل 3 سنين، مهم جدا. طيب رابع حاجة عندي ان انا بحدد الاتعاب بتاعة المراجع دي. فانا بحددها بناء عليه ان احنا بيعمل زي ما احنا قلنا خطاب التعاقد في الفصل اللي فات. قلنا ان في خطاب تعاقد اللي هو العقد بيتفق ما بين المراجع والعميل بتاع الشركة، بيتقاضى اتعابه بعد ما بيخلص. طبعا العقد بيبقى شامل كل حاجة، الاتعاب بتاعته والمدة اللي هينهي فيها الايه المهمة بتاعته. طيب بيتقاضى اتعابه بعد امتى؟ بعد انجاز العمل، مش قبل، بعد انجاز عمله. يعني بعد ما بيقدم التقرير بتاع عن القوائم المالية. تمام، فبعدها بياخد اللي هو الأتعاب بتاعته المستحقة بعد ما بيخلص ايه المهمة بتاعته. طيب عزل المراجع. فقال لي ان عزل المراجع ده ما بيجيش غير من اللجنة اللي هي عينته. تمام، ولما القرار بيتاخد بتاع العزل وقتها بيدوا الحق للمراجع ان هو يتكلم عن الاسباب اللي من اجلها طلب ان ايه ان هو يتعزل. وده بيكون موجود في كل المؤسسات، ان ما ينفعش حد يتدخل في فكرة ان هو يتعزل او لا غير اللجنة اللي هي ايه اختارته وعينته. طيب بعد كده هنتكلم عن حقوق وواجبات المراجع ومسؤولياته. حقوق المراجع يعني الحاجة اللي ليه. طب وواجباته الحاجة اللي عليه. المسؤوليات ونفس النظام. تمام. طيب قال لي ان المراجع ده شخص ليه حقوق وملكية وواجبات يجب القيام بها، وان هو بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا تجاه الواجبات دي عشان مهنته دقيقة وصعبة، ولازم ان هو يمشي على معايير ومبادئ معينة عشان ما يخالفهاش للمساءلة او الجناية. تمام، لان هو لو خالفها او معرفش ان هو
يعمل مهنته بشكل دقيق هيتعرض يا اما للمساءلة او جناية، ولازم ان هو يحافظ على الايه الامانة المهنية بتاعته. فيبدأ يتكلم عن الحقوق والواجبات. فقال لي من الحقوق بتاعته ان هو بيطلع على الدفاتر المستندات، بيجرد الخزائن بتاعة الشركة عشان يقف على ما تحتوي من اوراق مالية، يعني عشان يعرف الاصول بتاعتها. تمام. بيتحقق من جميع الاصول والالتزامات بتاعتها، الاستفسار والسؤال عن كافة البيانات والايضاحات من المديرين او غيرهم اللي شغال في الشركة او بره. حق حضور الجمعية العامة وان هو يبدأ يتناقش معاهم ويعرف المشاكل. ان هو برضو ليه حق موافاة بصورة كاملة من الاخطاء السالبة اللي بيرسلها مجلس الادارة بتاع المساهمين لجمعية العامة. كل دي ايه الحقوق. طيب الواجبات ايه اللي عليه بقى؟ ان هو يفحص الحسابات بتاعة الشركة ويتحقق من القيود بتاعة الايه اللي هي كشف الاخطاء بتاعته. ان هو يتحقق من تقويم الاصول والخصوم بتاعتها. ان هو يقدر يختار الاختبارات بتاعة العمليات، لانه اكيد مش هيقوم بمراجعة كافة العمليات، فبالتالي لازم يختار اختبارات معينة علشان يقدر يقوم بيها ايه الدفاتر بالنظام بتاعته الرقابي. طيب انا عندي كمان ان هو بيقدم اقتراحات بيراها مفيدة او صالحة للعمل بتاعة الشركة. ان هو يحضر حضور الجمعية العمومية ويتأكد من صحة الاجراءات اللي هتحصل فيها. يبقى انا عندي الواجبات بتاعته: فحص، التحقق، اختيار الاختبار، تقديم الاقتراحات، حضور اللي هو الجمعية العمومية. انما الحقوق: الاطلاع، الجرد بتاع الخزائن، الاستفسار، حق حضور الجمعية برضو العمومية، وحق موافاته بصورة ايه الاخطاء. طيب مسؤوليات بقى المراجع. فقال لي انا عندي 4 مسؤوليات: تجاه عميل، تجاه الغير، تجاه مهنيته، يا اما تجاه جنائيته. تمام. اهو 4. ماشي. فاول حاجه اللي هي تجاه العميل، فقال لي ان هي تنشأ من خلال العقد بتاعه اللي هو خطاب ايه التعاقد. ان هو لازم يلتزم بالعقد اللي بينه وبين العميل، وان هو ينفذ جميع البنود فيها. تمام. وان هو لازم يبذل اقصى جهده واقصى عناية مهنية ليه عشان يوافق المعايير بتاعة المراجعة اللي هو درسها. تمام. طيب لو المراجع فشل في تنفيذ البنود، فوقتها بيتعرض للمساءلة من قبل العميل. طيب تاني حاجة عندي او تالت حاجة ان هو بيكشف التلاعب وعدم الادلاء باي معلومات واراء غير مهمة او مهمة للايه للناس اللي حواليه. طيب ده كده بالنسبة اتجاه العميل. طب اتجاه الغير ده بقى لا بيكون لا مراجع ولا العميل، ده بيكون طرف ثالث. فالطرف الثالث ده بيقول لي ايه معناه؟ تعريف الطرف الثالث هو جميع الاطراف التي تعتمد على القوائم الماليه وما تحتويه من معلومات محاسبيه في اتخاذ القرارات الاقتصاديه، زي حمله الاسهم، البنوك، الدائنون. كل دول مش موجودين، لا هم بتوع المنشاه ولا هم تبع المراجع، لا هم طرف ثالث. يبقى سؤال صح وغلط وتعريفات. هم جميع الطرف الثالث دول جميع الاطراف اللي بيعتمدوا على القوائم الماليه وما تحتويه من معلومات محاسبيه عشان يقدروا يتخذوا القرارات الاقتصاديه. طيب بتتمثل المسؤولية في ايه؟ ان المراجع يعمل ايه؟ ان هو يبدأ يشوف القوائم المالية المضللة، يشوف الخسائر المالية على الطرف الثالث، ان السبب في وقوع الخسائر هو الاعتماد على تلك القوائم ايه المضللة. يبقى المهم عندي ان انا اشوف القوائم المضللة بتاعة المالية واشوف الخسائر اللي بتسبب. طيب المسؤولية المهنية او الادبية، دي المسؤولية تجاه المهنة، ان هو يبدأ يحترم المعايير والمبادئ اللي هو درسها، ويبدأ يمشي وينظم العمل بتاعه زي ما هو درس. تمام. في مستوى صورة الخدمة اللي هي المؤودة للقواعد واللوائح الملزمة لمزاولي المهنة. تمام. ونص القانون النقابة التجاريين على المعنويات. يعني انا عندي القانون بتاع المهني ان انا لو اخطأت او عملت اي حاجة غلط، اول حاجة هيبدأوا لفت النظري، دي اول حاجة خالص. تاني حاجة ان هم هيوقفوني عن العمل لمدة ما تتجاوزش عن سنة، يعني هم ممكن يوقفوني لمدة سنة لكن مش اكتر، ممكن اقل. طب بعد كده لو انا ما اخدتش بالي هيسقطوا عني العضوية من النقابة، فوقتها ان انا ما اقدرش ان انا ازاول مهنة المراجعة عشان انا خلاص اتشال. يبقى انا عندي النص القانون بتاع التجاريين هم بيلفتوا الاول انتظار نظري، بيوقفوني سنة او اقل، وبعد كده في اخر خالص ان هم بيسقطوا عني العضوية بتاعت ايه
المراجعة. طيب اخر حاجة عندي وهي مسؤوليات الجنائية، فقال لي ايه؟ ان دي اللي بيتعدى فيها الضرر نطاق الطرف، اللي بيعتمد على المعلومات المحاسبية ككل، وهي شخصية مثلا مسؤولية حدودها القانون. زي قال لي مثلا ايه؟ بيتعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين. يعني لو الموضوع فيه جنائي بيتعاقب بمدة ايه؟ ما تقلش عن سنتين، ممكن تزيد. تمام. او بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، يعني ممكن تزيد ولا تزيد عن 10 تلاف جنيه، يعني ده حد اقصى وده حد ادنى. طيب او احد العقوبتين بيتحملهم كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه، يعني المساعدين اللي شغالين تحت ايديه. تمام. موضع تقرير كان كاذب عن نتيجة او اخفاء عمدا او وقائع، يعني بمعنى اصح ايه؟ كان عايز يبوظ المنشأة، او ان هو كان في ايده ان هو ينقذ المنشأة لكن ما قالش. بمعنى اصح خالف الاخلاقيات والمعايير بتاعة المراجعة. فيا اما والمسؤوليات دي ايه؟ جنائية، يا اما بيتحبس مدة لا تقل عن سنتين، يا اما بيتغرم غرامة من 2000 لحد 10 تلاف جنيه. تمام. يا اما الناس اللي شغالة معاه تحت ايديه سواء مراجعين او مدققين او مساعدين بيشيلوا معاه في العقوبة دي. لكن في لو مسؤوليات مهنية بيبدأوا لفت النظر، يعني كنقابة تجارين بيلفتوا نظره، بعد كده بيعاقبونه ويوقفوه عن العمل سنة. اخر حاجة خالص ان هما بيفصلوا. لكن المسؤوليات الجنائية دي اللي بيكون فيها طرف متضرر او حصلت مشاكل، لا بيتدخل فيها ايه؟ الحكومة. وكده نكون خلصنا الفصل الرابع.